ازاي اخلي طفلي يحل مشاكله بنفسه ويتحمل نتيجة افعاله لوحده؟ ازاي اتخلص من صداع الجدال والمناهدة؟ وازاي احسن من سلوكيات طفلي من غير تمرد ومن غير ما ابوظ علاقتي بيه؟ كل دي اسئلة بتدور في دماغ الاباء والامهات، وهتكون اجابات الاسئلة دي في حلقة النهاردة. بداية كده، والحاجة اللي لازم نأكد عليها ونعرفها كويس جدا ان الطفل العنيد لو ما حسش بعواقب الحاجات اللي هو بيعملها عمره ما هيتحفز للتغيير وعمره ما هيغير سلوكياته. ولو عرف برضو ان مش كل ما يعمل حاجة غلط بابا وماما هيجروا عليه يصلحوا له الغلط دوت او يقفوا جنبه في المشكلة دي، ولو عرف برضو ان هم عمرهم ما هينفذوا طلباته بناء على خوفهم من التهديدات اللي هو على طول بيهددها ليهم، كل الحاجات دي هتخليه ان هو يتحفز ويتعلم. ومش بس كده، ده هيدرك معنى العواقب في سن صغيرة جدا، وده هينفعه كمان لما يكبر. مع العلم ان تعليم الاطفال العنيدة عن طريق العواقب هو طريق صعب جدا، ولكنه هو ده الطريق الوحيد اللي بقدر اتعامل بيه مع الطفل العنيد ويؤدي ليه نتائج ناجحة في تغيير سلوكياته وتقويمها وتعديلها. لان الفكرة ببساطة اني بسيب الطفل العنيد دوت يواجه العواقب دي لوحده بنفسه، فيفهم ان في حاجات هتبقى اقوى من قدراته على العناد، ويعرف ان هو الخسران الوحيد من موضوع العناد ده. الكاتب في الكتاب بيقول لك ان افضل طريقة علشان اتعامل مع الطفل العنيد اني اهتم بيه وارعاه بشرط اني ما اتورطش في مشاكله. وبيقول لك عارف صاحب ابنك اللي انت بتتعامل معاه بكل لطف وبتنصحه بهدوء من غير عصبيه ولا زعل، وبتبقى خايف عليه فعلا، بس يعني نصايح كده من بعيد لبعيد، بتقومه وبتوجهه بس من غير عصبيه ومن غير تنشنه. بيقول لك الكاتب بقى اتعامل مع ابنك على انه صاحبه مش كانه ابنك، يعني المشاعر تجاهه تبقى نفس مشاعرك تجاه صاحبه بالظبط. يعني تعامله بنفس الاسلوب، تحبه بس من غير مبالغه، تنصحه بس من غير ما تدخل في مشاكله، من غير ما تدخل في جدال معاه وعناد وعصبيه. وطبعا لما هتعامل ابنك بنفس الاسلوب اللي بتتعامل بيه مع صاحبه، اللي هو مثلا هتحبه بس من غير مبالغه في المشاعر، هتخاف عليه بس من غير ما تدخل نفسك في كل مشكله وكل يعني حاجه تخصه. حد هيقول لي ده الموضوع ده صعب، لا ده ابني ولازم اساعده ولازم احل له مشاكله ولازم اقف معاه ولازم اخليه دايما انبهه. حاجات المنبه اللي احنا اتكلمنا عنه الحلقه اللي فاتت، ان انا على طول افضل واقف له واقول له اعمل واسوي ومش عارف ايه وكده. طول ما الاب والام ماشيين مع ابنهم بنفس الطريقه دي، هما بيمنعوا عنه انه يتعلم عن طريق التجربه، بيمنعوا عنه انه يعدل من سلوكياته بنفسه. بمعنى اخر ان انا لازم اخلي ابني هو اللي يواجه العوائق والتحديات اللي بتبقى ناتجه عن سلوكه، بحيث ان هو يتعلم عن طريق التجربه والخطا، لان دي افضل طريقه ممكن يتعلم بيها الطفل يعني عموما، والطفل العنيد خصوصا. الكاتب كمان بيقول لك اياك وزرع الحكمه السريعه، انك تبقى عايز ولادك يكبروا بسرعه لدرجه انك بتحاول تزرع حكمتك انت وخبرتك انت اللي انت اكتسبتها في يعني سنين عمرك وانت كبير، تزرعها في ولادك بحيث ان هم يبداوا يتصرفوا على اساسها. والموضوع ده بيكون صعب جدا. الموضوع ده كمان مش صعب، هو منطقيا عمره ما هيحصل. لازم احنا كاباء وامهات يكون عندنا شويه صبر شويه على اولادنا، ان هم يتعلموا ويعرفوا الدنيا دي ماشيه ازاي، وهم من نفسهم من تلقاء نفسهم يعني هيكتسبوا الخبره والحكمه دي الخاصه بيهم لوحدهم. طبعا زي ما شرحنا كمان في الحلقات اللي فاتت، ومن اول ما بدات معاكم كلام في كتاب حاول ان تروضني للطفل العنيد، وانا دايما بقول ان الطفل العنيد بيحب السيطره، بيحب يخلق مواقف للصراع بتخلي البيت دايما فيه حاله فوضى، زي الفيديو اللي هوريه لكم دلوقتي لطفل عنيد بيجادل في والدته وهو قاعد بيعمل الواجب. هنشوف الفيديو سريعا ونرجع نشوف ازاي ممكن نتخلص من الجدال مع الطفل العنيد. المهم ايه؟ الإنسان مش المذاكرة. لا يعني المذاكرة مهمة والإنسان مهم. المهم الإنسان. أما حاجة إيه ده؟ المذاكرة. أقول لكم أنا المذاكرة يعني. أقول لكم أنت كنت بتتعلمي إيه؟ بتتعلم ايه في ايه؟ كنت بتتعلمي إيه؟ ضرب نار. كنت بتتعلمي كده. إيه الغلابة الطفل دي؟ زي ما شفنا الطفل بيصرخ وبيعيط، ممكن فيه شوية عدوانية ونرفزة وعصبية، هو يعني مش عارف الصح من الغلط، ولكن هو ما عندوش مشكلة ان هو يمشي غلط ويتهزق عادي، ما فيش اي مشكلة معاه في الموضوع ده. المهم ان هو يحس ان هو المسيطر، هو اللي بيقود محركات الصراع. طيب ازاي اقدر اتصرف مع طفل زي ده وانهي الجدال ده من جذوره، وما اعملش زي الام اللي قاعده عماله تقول له ازاي ويعني ايه ومعرفش ايه والكلام ده كله؟ 5 خطوات نقضي بيها على الجدال مع اولادنا.
اول خطوه علشان تنهي الجدال وتختصره مع الطفل، خلي كلامك معاه قليل جدا او ما تتكلمش خالص. بمعنى انك تنهي الحوار وتختصره على قد ما تقدر، لان احنا زي ما قلنا الطفل العنيد مش بيتعلم الا عن طريق التجربه والخطا، انه عمل حاجه غلط فعارف ان عواقبها كذا، فيبدا يعرف ان السلوك دوت غير مقبول، فيبدا ان هو يعدله. بمعنى اصح وفر كلامك وخطبك لنفسك، لان الطفل العنيد مش بيتعلم بالحكمه والموعظه. كل اللي هتعمله ان انت هتوجه له كلمات مختصره ومفسره، انت مثلا عملت كذا وعواقب الفعل ده هتكون كذا وشكرا. ومهما الطفل زعق بقى او هلفط في الكلام، زي مثلا هو يقعد يقولك اصل انت ما بتحبنيش، اصل انت ام بخيله، ما تردش عليه خالص خالص خالص، وسيبه هو هيهدى ويسكت ويعرف لوحده. تاني خطوة انك ترد عليه بس بعبارات مملة، بمعنى انك لو ما قدرتش تمسك نفسك خالص وتسكت في الخطوة الاولانية، رد عليه بعبارات ما يكونش ليها رد منه، يعني رد عليه، اقفل عليه باب الحوار بمعنى اصح. زي مثلا اللعبه اللي هو عارفين لما حد يجي يغلس على حد فيفضل حد يقول حاجه فالتاني يكرر كلامه ويفضلوا كده لحد ما واحد فيهم يزهق ويسكت، يعني هي العبارات الممله حاجه شبهها كده. هديك مثال، انت مثلا عاقبت ابنك بانه مش هيلعب بلعبه معينه او مش هيخرج الاسبوع ده، مثلا خروجه الاسبوع، هيبدا طبعا هو ينفعل ويزعق ويقول لك لا حرام، انتوا ظالميني، انتوا على طول بتعاقبوني. حضرتك كل اللي عليك انك هترد عليه بكل هدوء وسكينه وتقول له اه فعلا عندك حق. لو مثلا قلت له انك هتعاقبه بحاجه معينه وهو رد عليك وقال لك ماشي انت هتعاقبني وانا برضو هعمل اللي انا عايزه والعقاب بتاعك ده مش هيجيب نتيجه، ترد برضو انت بكل نفس السكينه والهدوء وتقول له ممكن انا فاهم اللي انت بتقوله، ممكن مثلا تقول له شكرا انك عرفتني الطريقه اللي انت شايف بيها الموضوع. طب لو قال لك مثلا انت مش بتحبني او بتحب اخويا اكتر مني، ترد برضو بكل هدوء تقول له انا اسف جدا على الشعور اللي وصل لك ده بسبب العقاب اللي انا فرضته عليك، ولكن انت بكره تكبر وتعرف، بابتسامه هاديه وثابته توصل له وتديله ايحاء انك فاهم وعارف هو عايز يوصلك ويجرجرك لايه، بس انت بابتسامتك دي بتقول له انا مش هنولك اللي في دماغك ومش هدخل برضو معاك في الجدال اللي انت عايز تجرجرني ليه. تالت خطوه خليك هادي. فاكرين القاعده الذهبيه اللي اتكلمنا عنها في اول حلقه في الفيديو خالص؟ يا ريت نرجع نشوفها ونشوف الحلقات اللي فاتت، علشان الحلقات اللي بتتكلم في كتاب واحد بتكون دايما بتكمل بعض. طب ليه اكون هادي وما اتعصبش واتبع دايما القاعده الذهبيه دي؟ الكاتب بيقول لك لان الغضب مع الطفل العنيد مش بيجيب اي نتيجه، ولكن الغضب بيجيب غضب وعند اكبر وبيزود الموضوع. لان ببساطه ده اللي الطفل عايزه، الطفل عايزك تصور، عايزك تغضب، عايز يحس ان هو مسيطر، عايز يحس ان هو عمل صراع وعمل دوشه. هو بيتمزج وبيستمتع جدا بالموضوع ده لانه بيحس ان هو مسيطر زي ما اتكلمنا في الحلقات اللي فاتت. طيب طالما ده اللي الطفل عايزه، الكاتب بيقولك بقى ما تديلوش اللي هو عايزه، اديله اللي هو مش عايزه. زي حزنك او تفهمك، يعني مثلا لو انا عاقبت طفلي وهو بدأ يغضب ويجرجرني في جدال، المطلوب مني ان انا بكل هدوء اقول له انا متفهم غضبك جدا وزعلان علشان انت هتنفذ العقاب ده، وعلى فكره صدقني انا ما كنتش اتمنى اني اعاقبك العقاب ده، ولكن انت اللي اضطريتني لكده، احنا بنتعاقب لسبب معين علشان انت عملت حاجه معينه. والكاتب بيقول لك يعني دايما خليك فعلا في مود انه انا فعلا زعلان عشانك، انا فعلا ما كنتش عايزه اعاقبك العقاب ده، توصل له حزنك وتفهمك. الحركه دي بتجيب نتائج افضل بكتير من الغضب مع الاطفال العنيده. رابع خطوه خلي الطفل هو اللي يختار، لان الاختيارات الكتير للطفل العنيد بتقلل جدا من الصراع وبتحسسه ان هو المسيطر، هو اللي بيقول انا هعمل ايه ومش هعمل ايه. يعني مثلا ممكن اخير ولادي بان لو في حاجه مثلا عايزاهم يتعلموها او يعملوها تبقى من روتين حياتهم، ابدا ان انا مثلا اقول لهم هترتب اوضتك وسريرك ولا بعد ما تفطر، هتنام مثلا الساعه 8 ولا 9، هتاكل كذا ولا كذا، هتكمل واجبك ولا تاخد الاول بريك 10 دقايق، وهكذا. نفضل دايما يعني بنحسسهم ان هم القاده، هم اللي بيعملوا اللي هم عايزينه، وفي نفس الوقت لا ده انا اللي برتب له، بس يعني بطريقه غير مباشره شويه. لان ببساطه كل ما هتكتر الاختيارات للطفل العنيد، كل ما الامور اللي انت عايزه ان هو يعملها هتمر بسلاسه ويسر من غير اي خناق ومن غير اي صراع. حد هيقول لي طيب ما الطفل هيختار حاجات غلط او هيختار الحاجات الاسهل، الحاجات اللي انا مش عايزه يعملها. هقول لك وهو ده المطلوب، ان الطفل يتعلم انه يختار، حتى لو هيختار حاجه غلط، الغلط ده هيكون له عواقب، فهيتعلم عن طريق التجربه والخطا. لما هيعرف ان العواقب دي هو مش قدها، المره اللي بعد كده هو مش هيختار الغلط لانه اتعلم بنفسه. لازم ندي ولادنا مساحتهم من الوقت ان هم يتعلموا، مساحتهم حتى الوقت ان هم يهدروه في سبيل التعلم ده، لان دي اكتر حاجه هتخليهم يعدلوا سلوكياتهم بنفسهم، مش حاجه هنكون احنا اللي بنجبرهم عليها. خامس خطوه، اوعى تقول لابنك ما انا قلت لك.
يعني لما الطفل نأمره بحاجه هو يعمل عكسها، او هو مثلا يختار حاجه غلط، فهيكون طبعا ليها عواقب او ليها نتائج سيئه على الطفل. ما اقعدش اقول له ما انت لو كنت بتسمع كلامي، شفت عشان انت ما بتسمعش كلامي حصل لك كذا. هو بالفعل لما حصل له المشكله دي او اتصاب بشكل معين، هو اوريدي اتعلم من غلطه وعرف انه الحاجه اللي هو عملها دي غلط وكان ليها نتائج سلبيه عليه. فكلامك ده ملهوش اي فايده غير ان هو بيخسرك بس علاقتك بابنك. طيب دلوقتي بعد ما سيطرنا على الجدال، بعد ما عملنا ال5 خطوات دول ان شاء الله لما نعملهم يجيبوا نتيجه، وهنبدا بقى ان احنا نحط قواعد وعواقب. في حاجه مهمه جدا لازم ناخد بالنا منها. الحاجه دي ان قواعد بدون علاقه جيده مع طفلي هتساوي تمرد. يعني لازم ابني علاقه كويسه جدا مع ابني بحيث انه يفهم ان العواقب دي مش كره مني، ولكن دي حاجه هتساعده على ان هو يكبر ويقوم نفسه وتبقى سلوكياته كويسه. يعني انا بساعده على التعلم. لو تفتكروا في كتاب لغات الحب ال5 عند الاطفال، اتكلمنا برضو في النقطه دي، ليها علاقه برضو بالخزان العاطفي عند الطفل، وليها علاقه باللغه ال5 اللي هي لغه اعمال الخدمه. ان انا مثلا بعمل حاجه لاولادي بس بسيبهم في نفس الوقت ان هم يعتمدوا على نفسهم، يبقى عندهم مسؤوليه انهم يعني يتحملوا الدنيا. لان لو انا موجود النهارده ممكن بكره ما بقاش موجود، وده دوري ان انا اعلمه يعتمد على نفسه، يعرف يتصرف، يعرف الدنيا ماشيه ازاي، وبناء عليه يعني يتعامل ويتعايش لوحده من غير ما يكون محتاج لي، من غير ما يحس ان هو هيضيع لو انا مش موجود. طيب بس احنا في الحلقات اللي فاتت قلنا ان الطفل بيتحفز سلبيا، الطفل العنيد بيتحفز سلبيا اكتر منه ايجابيا، يعني ما بيتهمهوش قوي المغريات واساليب التشجيع وكده. المفروض ان يكون في التحفيز السلبي موجود، ولكن برضو حته ان الانتقاد بشكل دائم من الاباء والامهات دي بتخلينا احنا ما نشوفش الحاجات الصغيره، التغيرات البسيطه، الانجازات اللي هو بيحاول يعملها. فطول ما انا بنتقده، طول ما انا بعنفه، طول ما انا دايما شايف كل الحاجات اللي هو بيعملها بسوء نيه، هو بعد كده هيقول لك خلاص انا مش هعمل حتى الحاجات الصغيره دي، ما انا كده كده وحش، وده اللي احنا مش عايزين نوصل له. فطبعا هنا لازم يكون في جزء اهتمام كده بالطفل بتفاصيله الصغيره. ممكن اهتم بيه بالشكر والمدح، ان انا يعني اثني عليه كل ما يعمل حاجه بسيطه صغيره. لان على فكره اوقات كتير الاطفال بيتصرفوا بطريقه وحشه لان علاقتهم بابوهم وامهم وحشه. يعني هم بيبقوا في مخيلتهم ان هم بيجذبوا انتباه ابائهم وامهاتهم علشان يهتموا بيهم بس بطريقه عكسيه. يعني هو لما بيعمل حاجه غلط فانا بوجهه او ابقى معاه او كده، هو كده مفكر انه كده جذب انتباهي، هو كده حصل على بعض الاهتمام اللي انا ممكن اكون مش بديهوله، بس طبعا بطريقه سلبيه او بطريقه عكسيه. طيب المفروض ان احنا نعمل ايه؟ المفروض ان احنا نقضي وقت مع اولادنا، نسمعهم ونفهم مشاكلهم ونقدر مشاعرهم قبل ما نطالبهم بان هم يسمعوا كلامنا ويريحونا. وخلي بالك الطفل بيتكلم لما بيكون وقت الكلام مناسب بالنسبه له هو، مش بالنسبه لك انت. وعلشان كده المطلوب ان انت تفضي نفسك وتخلص اكبر واهم مهمه في يومك بانك تقضي وقت نوعي مع اولادك. ويعني تقدروا برضو ان انتوا ترجعوا لحلقه لغات الحب ال5 عند الاطفال وتشوفوا ازاي بنقضي الوقت النوعي ده مع اطفالنا، وازاي ان احنا بنلبي احتياجاتهم هما الاول، علشان احنا نقدر بعد كده اننا نخلص مهام يومنا من غير ما نكون مضغوطين، من غير ما نحس بتأنيب ضمير ان احنا مثلا اليوم عدى واحنا ما لحقناش نقعد معاهم، ما لحقناش نتكلم معاهم، من غير برضو ما هم يضغطونا او ييجوا يتكلموا في الوقت اللي احنا بيبقى ورانا في حاجات تانية ومش قادرين ان احنا نقعد معاهم. فالمفروض ان انا من ضمن مهام يومي اني اخصص جزء الاهتمام والوقت النوعي ده مع طفلي. صدقوني بيفرق كويس جدا. ولو رجعتوا لحلقه لغات الحب هتعرفوا قد ايه هو لغه مهمه جدا من لغات الحب والاهتمام اللي انا بقدر اوصل بيها لطفلي قد ايه انا بحبه، قد ايه انا مهتم بيه. كل الحاجات دي بتبني علاقه جيده جدا مع اطفالنا وبتساعدنا على تربيتهم، بتساعدهم هم كمان على ان هم يفهموا اساليبنا والطرق اللي احنا بنستخدمها معاهم في التربيه. واحنا بنمدح اطفالنا برضو وبنهتم بيهم، في حاجه مهمه قوي ممكن نضيفها هي الاعتراف. باني اعترف للطفل بحاجه انا شايفها فيه هو عملها. يعني مثلا لو هو اتصرف بشكل على غير العاده، ان هو مثلا كان بيعمل حاجه غلط وغيرها، ابدا ان انا اعترف واقر بده، باني اقول له انا واخد بالي انك مثلا خلصت واجبك النهارده وكتبت بخط جميل، انت شاطر عشان النهارده خلصت اكلك بسرعه. مثلا ممكن اقول له انا ده ايه الشطاره دي، ده انت قاعد هادي النهارده كده ومش بتعمل مشاكل، مش بتضرب اخوك، وهكذا. ملاحظاتي للتغيرات البسيطه دي هتحسن جدا من سلوك الاطفال وهتؤدي لتغيرات عظيمه فيما بعد. من الحاجات كمان اللي بتقوي جدا علاقتنا باولادنا وبتوصل لهم اهتمامنا بيهم وحبنا ليهم هو وقت اللعب. وقت اللعب ده ممكن الاباء والامهات يستغلوه كويس جدا، لانه هو فيه كذا حاجه. هقعد مع طفلي وهشاركه في حاجه هو بيحبها، فهخلي انتباهه ليا عالي جدا،
كمان انا ممكن اني اعلق بشكل وصفي وسردي على طريقه لعبه. يعني مثلا اقعد اقول له مالك جاب الكوره، مريم حدفت الكوره، رحنا مش عارف عملنا ايه، الله جبنا جو. يعني شفتوا زي الراجل المعلق الرياضي كده. ايا كانت بقى اللعبه اللي احنا بنلعبها، ده مالك جاب اللون البرتقاني وهيلون بيه الشمس. كتر الكلام والسرد الوصفي وقت اللعب هيخلي الطفل يتعود على ان هو يسمعك، فهيسمعك في المواقف اللي ممكن فيها يكون نوع من انواع النصح او الارشاد، لان كده كده الكيمياء ما بينكم خلاص. يعني هو متعود ان هو يسمع صوتك، متعود ان هو يسمع تعليقاتك، فالموضوع بعد كده هيكون فيه سلاسة. يعني وقت اللعب ده احنا المفروض نبني بيه العلاقة اللي تخلينا نستخدم الذكريات الحلوة دي او المواقف الجميلة دي واللحظات الحلوة في وقت المواقف بقى الصعبة والمشاكل والتحديات اللي ممكن تواجهنا. كمان وقت اللعب ده الكاتب بيقولك خليه وقت بلا قيود بلا تحفظات. العب بقوانينهم هم مش بقوانينك انت، انزل لسنهم وبهدل هدومك معاهم. العبوا بالالوان سوا من غير ما تبقى شايل هم الكركبه وترتيب البيت او البهدله، لان انتوا الاتنين هتستمتعوا جدا بالاوقات دي وعمركم ما هتنسوها. هتزود المخزون الحب والعاطفه عند ولادك جدا، هيقربكم من بعض، هيخليه يتعلم منك ويتعلق بيك ويتقبل منك. وزي ما بقول لكم المواقف واللحظات الجميله دي هنحتاجها جدا في المواقف واللحظات الصعبه اللي ممكن يبقى فيها مشاكل او تحديات. وبس كده، دي كانت حلقه النهارده. اتمنى انها تكون عجبتكم واستمتعتم واستفدتم بيها، واشوفكم على خير في الفيديو القادم. ان شاء الله هتكون اخر حلقه من كتاب حاول ان تراودني اللي يعني ان شاء الله هنزلها قبل رمضان. في الحلقه الجايه بقى هتكون خلاصه الكلام اللي احنا قاعدين بنتكلم فيه بقالنا تقريبا 3 حلقات. هنتعلم اكتر عن العواقب واساليب التأديب بس بطريقه طبعا ايجابيه ومفيده. هنعرف تفاصيل وخطوات اكتر نتصرف ازاي في كل موقف. كل دي حاجات هنعرفها في الفيديو الجاي، فاستنوني. وقبل ما اختم ما ننساش دعائنا لاهلنا في غزه، ربنا يا رب يلطف بيهم ويرفع عنهم البلاء وغمه الحرب يا رب. وندعي لاهلنا طبعا برضو في السودان وفي كل مكان، ونفضل مستمرين على المقاطعه. اشوفكم على خير في فيديو جديد من تلبيب الكتب مع ايمان سعيد، والسلام عليكم.